السلام عليكم. صحاب فطوركم البنات، ولا راكم تشوفوا الفيديو فين نقول لكم سحوركم. اليوم البنات حبيت نشارك معكم طاجين الزيتون برولي تاع الدجاج محشي بالفرماج. اول حاجه راح نديرو قبل الزيتون، مرقه تاع الزيتون. دونك راح نجيبو دجاج، ونديرو لي زيبيس تاع التوابل تاع الدجاج، ونديرو ملعقه كبيره تاع السمن، واكيد الكركم، فلفل كحل، ملح ما تكثروش باسكو الزيتون ديجا راه فيه الملح. دونك راح نخلي ليهم يتغلاو هكا، ونزولهم شويه تاع ثوم. هنا كنت الزيتون كنت غليته 2 غليات باش هكا ينقصوا هذاك الملح اللي فيه. بون ها هو ليك الزيتون كيما قلت لكم، درت الكونتيتي غير تاع شخصين هكا. هنا راح نخلط كامل المكونات، خلي عليهم يتكتكوا مع بعضهم هكا، ومن بعد نمرق بالماء السخون اكيد. هنا راح نديرو رولي تاع الدجاج. هنايا انا كنت الدجاج كنت رحيتو. نحتاجو شويه تاع بصله، نحتاجو المعدنوس والثوم وفلفل الكحل، واكيد شويه تاع ملح، غير نبره تاع ملح عفوا. علاش؟ باسكو ديجا نحشوه بالداخل بفرماج، فرماج اكيد راه مالح. دونك راح نخلطوا هادو المكونات مع بعضهم، ونزلهم 2 معالق تاع شابليور يعني خبز اليابس هكا، ونمزج كامل المكونات مع بعضها، ونضيف عليها بيضه ولا بياض البيض كيما نتوما تحبوا. هكا راح نخلط كامل المكونات حتى يتماسكوا. هنا البنات جبت بابي سيلوفان. هنا راح نفتح هذيك الصدره تاع الدجاج، نفتحها على شكل مربع، وغطسوا يديكم في الماء. تغطي يدك في الماء باش هكا ما يلصقش الدجاج في يدك، ما تقدريش تحليها. دونك اغسلوا يديكم في الماء وافتحي، اغسلي وافتحي. هخليكم مع الطريقه. هنا البنات كنت حشيتها بالفرماج. نتوما ديروا واش راكم حابين، كاين تاني اللي يديروا لها من الداخل فيون داشي. نتوما واش راكم حابين. فوالا هنايا نغطيها كامل بالسيلوفان كما راكم تشوفون، نروليها. راح نزيد لكم واحده اخرى نفتحها وتشوفوا. تبعوا الطريقه، وهذه هي، تبعوا الطريقه وصاي. هنا البنات كنت درتها في الالمنيوم، ونحطها تفور في الكيس حتى وني يطيب لنا هذاك الدجاج كامل. هاي ليكم البنات، انا درت 2، راني حاطتهم في الكيس هكا يفوروا. هنا بعد ما فاروا لي وطاب لي هذاك الدجاج، نجيب مقله ونحط فيها 2 معالق كبار تاع السمن ولا تاع الزبده، ونحط هذاك. شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله، ديك الريحه وديك البنه واش نقول لك. هاي ليكم النتيجه والريزولطا، شوفوا كيفاش خرج. وهذاك الطاجين الزيتون كيف خرج، الله عليه. شوفوا كي قطعت لكم فيه باين الفرماج من الداخل. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتجربوه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وصحه سحوركم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.